اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من ترشيحاتنا. وصلنا لنهاية الاسبوع، طبعا اجازة الويك اند بتحتاج فيلم للسهر، ويا سلام بقى لو كان الفيلم ده جديد من اللي لسه نازلين. وده اللي احنا بنقدمه النهاردة في حلقتنا اللي بنرشح فيها افضل 5 افلام جديدة لسه متوفرة للمشاهدة وتستحق المشاهدة كمان، وانت بقى تنقي منهم اللي يناسبك لسهرة نهاية الأسبوع دي. وعشان اختلاف الأذواق طبعا نوعنا في القائمة بتاعة ترشيحاتنا النهاردة، يعني هتلاقي الدراما والأكشن والكوميدي والرعب والعائلي، وانت وذوقك بقى حسب اختياراتك. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا النهاردة اخترنا البداية تكون أكشن وكوميدي، وفي الجانب ده بنرشح واحد من الأفلام اللي حققت إيرادات قوية جدا السنة دي. ده غير كمان كان رأي إيجابي جدا من الجمهور إنه فيلم فعلا مسلي جدا ممتع جدا للسهر. هو فيلم باد بوي رايد أور داي، الفيلم اللي بتدور أحداثه بعد 4 سنين من نهاية الجزء الأخير بعد لما ماتت إيزابيل. مايك خلاص قرر إن هو يتجوز من أخصائية العلاج الطبيعي كريستين، لكن الفرحة طبعا كعادة مايك وماركوس فرحتهم دايما ما بتكملش لما بتكشف تقارير إخبارية إن الكابتن هاورد كان مرتبط بفساد مع عصابات للمخدرات، وده كان أكبر تشويه لسمعة الكابتن هاورد بعد لما مات. وعشان كده مايك وماركوس قرروا إن هما لازم يسبقوا براءة هاورد بمساعدة الكابتن بقى ريتا وصاحبها آدم ده اللي هو مرشح لمنصب العمدة. يا ترى بقى هيقدروا يثبتوا البراءة دي ولا لأ؟ كل ده تعرفوا في أحداث الفيلم الممتع جدا جدا ده. Suspects, Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper blue is flammable! I ain't no damn scientist. Y'all are some terrible fugitives. I can feel like Eddie Rance in my mirror. Still going bad. I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What you gonna do? في المركز الرابع معانا اخترنا فيلم رعب وإثارة وغموض بيقدم تجربة مختلفة جدا، وفيلم اوديتي، الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين أختين توأم داني ودارسي. داني دي متجوزة من الدكتور النفسي اسمه تيد تيمس، واللي لقوها ميتة بوحشية شديدة جدا جدا في بيتهم الجديد اللي كانوا بيجهزوه. اكتشفوا كمان ان في واحد اسمه أولين بول، وده كان مريض نفسي عند تيد، هو اخر واحد زارها في البيت وحذرها كمان، وده كان كفيل جدا ان أولين ده يكون هو المتهم الاول في القضية. بس للأسف بقى لقوه مقتول بوحشية برضه في أوضته في المصحة النفسية. عشان الموضوع يتقفل ويعدي سنة على الموضوع ده، وتظهر بقى بعد كده دارسي أخت داني التوأم بتاعتها، وهي أصلا كفيفة وبتشتغل وسيط روحاني بس بقدرات غريبة جدا. دارسي زارت تيد في البيت اللي عايش فيه مع صاحبته الجديدة يانا، وقرروا إن هم لازم يساعدوها عشان يكتشفوا مين اللي موت أختها، لأنها بقى القصة بتاعت أولين دي مش ماشية معاها خالص. بس بقى يا ترى هيعملوا الموضوع ده ازاي وهيكتشفوا الموضوع ده ازاي؟ كل ده هتعرفوا في أحداث الفيلم المرعب جدا ده. في المركز الثالث في ترشيحاتنا بعد لما خلصنا الأكشن والكوميدي والرعب، لو حابين بقى تقضوا السهرة مع فيلم مميز وعائلي جدا، أكيد مش هتلاقوا واحد من أحسن أفلام السنة في الأنيميشن لحد دلوقتي. الفيلم هو Inside Out 2، الجزء الثاني المنتظر من ساعة ما انتهى الجزء الأول. بتدور أحداثه بقى حوالين رايلي اللي بعد لما عدى 2 سنين على نقلها هي وأسرتها لسان فرانسيسكو. رايلي خلاص دلوقتي بقى عندها قد إيه بقى عندها 13 سنة، ودخلت المدرسة الثانوية، يعني خلاص بقت في مرحلة المراهقة. طبعا كلنا عارفين إن المرحلة دي كل المشاعر فيها بتتقلب 360 درجة. وطبعا كلنا عارفين برضو إن رايلي كان بيدير حياتها وبيدير دماغها عموما 5 مشاعر مختلفة، هما الفرح والحزن والخوف والغضب والاشمئزاز. لكن المرحلة الجديدة دي بقى في حياتها بيظهر معاها مشاعر جديدة معقدة أكتر من الأول بكتير جدا، وبتكون المشاعر دي بقى عايزة تسيطر على دماغها بشكل كامل. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل في حياة رايلي والأخص في دماغها؟ كل ده تعرفه في أحداث الفيلم الممتع جدا جدا ده. Is Joy coming to you live in Riley's Mind. Get on your feet and make some noise. Anger. Let me at him! Fear. Mouth guard, people! Disgust. No. That's not
Sadness is in the house! Orange? Who made the console orange? Hello? Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? في المركز التاني النهاردة في ترشيحاتنا حجزنا المركز ده لنوعية الأفلام الدرامية، والصراحة إن الفيلم ده واحد من أفضل أفلام الدراما اللي نزلت في 2024. هو فيلم جوست لايت. بتدور أحداث الفيلم البسيط جدا ده عبارة عن عامل بناء اسمه دان، علاقته الأسرية متوترة جدا جدا سواء مع بنته المراهقة ديزي بسبب تصرفاتها، ده غير كمان دعوة القتل الغلط اللي رافعها على كريستين صاحبة ابنه براين اللي مات منتحر، ده غير خناقاته دايما مع مراته شارون اللي متأثرة جدا جدا بموت ابنها. كل التوتر ده خلاه في الآخر ينفجر ويتعدى على سواق وهو في الشغل، ودي الصدفة بقى اللي خلته يقابل ريتا. ريتا دي بتشتغل في مسرح للهواة، وفي وسط كل الظروف دي بتعرض عليه ريتا ان هو يشارك معاهم في مسرحيتهم الجديدة روميو وجولييت. يعني مفيش واحد عنده كل المشاكل دي كلها في حياته يروح يعمل ده. يا ترى بقى هيقبل العرض ده ولا لأ؟ والعرض ده هيغير ايه في حياته؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم المميز جدا ده. There you go. What? You're happy. Okay, weirdo. Many of us live our lives repressing our emotions because out there they can be a liability. But in here, we can put those into good use. Good luck, honey. You don't say good luck. It's break a leg. Break a leg. في المركز الأول معانا في حلقة النهاردة بنختمها بفيلم دراما وأكشن وجريمة وغموض، فيلم كوكتيل كده من حلاوته. هو الفيلم الهندي مهراجة، الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين حلاق اسمه مهراجة عايش مع بنته جوسي وسلة قمامة حديد اسمها لاكشمي. هتقول لي ايه ده؟ هو في حد بيسمي سلة القمامة؟ هقول لك أكيد لأ، بس السلة دي بقى ليها أهمية كبيرة جدا في حياتهم، لأنها هي اللي حمت بنته جوسي لما حصلت حادثة وتهدي البيت. الحادثة دي ماتت فيها كمان مراته. المهم إن في يوم من الأيام 3 حرامية دخلوا البيت على مهراجة وضربوه وسرقوا سلة القمامة دي، فعلى طول قرر إن هو يروح اسم الشرطة عشان يطلب منهم إن هم يلاقوا الحرامية دول بأي تمن. مش بس كده، مش بس مجرد بلاغ يعني، لأ ده كمان عرض عليهم مبلغ مالي كبير جدا عشان يساعدوه بأي طريقة. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ وهيعرفوا ازاي مين اللي ورا الموضوع ده؟ وهيشوف ايه في الطريق ده؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الممتع جدا ده، واللي بكل بساطه فعلا هو واحد من اجمل افلام السنه اللي شفتها لحد دلوقتي، ومش هتندم ابدا لو اتفرجت عليه، لانه بيستحق بكل جداره ان هو يكون المركز الاول معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رايك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.